بعد كده على النقطة بقى المهمة. الكابتن خالد الغندور كان طالع بيسأل هو الأهلي فلوس وسام اتباع بكام؟ أنت مالك؟ ده اللي قاله كابتن أحمد شوبير في برنامج. فالكابتن خالد الغندور زعل إن هو قال له أنت مالك؟ خليك في حالك. وشوف طلع خالد الغندور وقال لك أنا لقيت هجوم شرس. كابتن أحمد شوبير بيقول لي أنت مالك، ما تحلوا بلاويكوا. ومحمد فارس الميديا الأهلاوية يعني، والأستاذ المنيسي. طيب انا بالحقائق والارقام انا عايز اقول للكابتن خالد الغندور بعض الوقائع، لان هو بيقول لك دايما وابدا انا اعلامي محايد واعلامي عمري ما كنت بتلون، والصح بقول عليه صح والغلط بقول عليه غلط في تاريخ وفي مسار حياتي. انا اقول له كام نقطه كده يعرفها القاسي والداني عن مواضيع شائكه ومهينه ومشينه لم يتحدث فيها، وبتعبر عن مثال صارخ لازدواجيه المعايير واللي هي الدبل ستاندر اللي هو بيتعامل بيها. اول حاجه ديون الزمالك عند اتحاد الكوره والفضيحه بتاعته ان هو عنده فوق ال 150 مليون جنيه على اتحاد الكوره، واللي هي اكبر ديون لنادي. يعني 80% من المديونيه بتاعه اتحاد الكوره للانديه في مصر كلها زمالك. كارثه اللاعب مصطفى لعبه اللي هو بتاع الطائره، اللاعب المتطاول اللي هو عمل بصباعه لجماهير الاهلي مرتين في الملعب، مرتين، وهتحط عليه الغرامه 200,000 جنيه. طبعا ما حصلش الكلام ده، ولا الزمالك بيدفع حاجه ولا دي ده او حاجه. ما اتكلمتش عليها انت لما عمل للجمهور بحركه مشينه، لو حد عملها في الشارع يتسجن. الصور المصري حضرتك ما اتكلمش، ما اديتلوش حقه في الفضيحه اللي عملها الزمالك لما يبقى الاداري كابتن عبد الواحد السيد مع مصطفى شلبي مع دونجا، لما مسكوا الضابط بتاع الامارات وضربوه في الملعب في حركه شوارع، واتسجنوا، وكانوا لولا التدخل على اعلى مستوى عشان يحلوا الامر مع الاخوه الاشقاء في الامارات. فتوحوا المناشطات والقصص والحوارات بتاعته لما الراجل الامين الشرطه الغلبان اللي ضربه وهو في طريق الساحل. وقصه المناشطات لما اتكلم عليها الاستاذ مرتضى منصور ما خدتش حقها مع حضرتك يعني، ولا كلمت. لو اهلاوي كان زمان الدنيا اتفضحت. احمد الخضري لما طلع وتوقف من اعلى الاعلام، لما طلع رسمي نظمي مع برنامج اهلاوي زملكاوي، وقال لك ان في غسيل اموال وفلوس الاهلي بتيجي بطرق غير مشروعه. مصطفى القاضي اللي هو كان زملكاوي وكان في نادي جرين هيلز وكان اداري في الزمالك، وحتى النخاع زملكاوي، اللي هو كان طلع وشتم الكابتن الخطيب وده عليه باسوأ دعاوى، وما دعاش الا على واحد من كفار قريش على تويتر، وادعى بعد كده ولا على فيسبوك، وبعد كده ادعى ان الحساب بتاعه اتهكر وطلع كلامه كذب. وان هو الميزانيه بتاعت نادي الزمالك لان هي 23 24 اللي هي مقفله فوق ال 700 مليون بعجز فوق ال 300 مليون جنيه على الزمالك. ما اتكلمتش ليه على الفضيحه دي. لما كنت في برنامج الزملكاوي، لما كنت في قناه نادي الزمالك، وكنت بتستضيف الاستاذ مرتضى منصور وليل نهار بيشتم في كابتن الخطيب وفي اداره الاهلي وفي ناس كتيره قوي في البلد، ما متعطش ليه وعلمت اعتزالك وسبت قلت له عيب ما يصحش. والراجل خاض كما لم يخض ولن يخوض احد لا قبله ولا بعده في الميديا في الكابتن الخطيب، واتقال عليه اسوأ ما يكون. كابتن حسين لبيب لما طلع في جواب في بيان فج ايام ما كان في اللجنه المؤقته، وقال السوق والعوام على مجلس الاداره، يعني شتيمه لمجلس الاداره في اسلوب ركيك عمرها ما حصلت وعمرها ما اتقالت من حد مسؤول في بيان رسمي. السوق والعوام على اداره الاهلي. حضرتك ما اتكلمتش ولا لفت نظرك. اذا انت بعيد تماما عن الحياديه، اذا انت دائما وابدا ضد الاهلي، اذا انت لا تدعي ان انت بتتكلم بحياديه. انت بعيد تماما وانت مش فير خالص. والاهلي بصراحه عامل لكم حاله، عامل لكم بانيك، تعبكم جدا لان هو في حته وانتوا في حته. الاهلي الميزانيه بتاعته الزمالك يعني 700 مليون منهم فوق العجز، فوق 300 مليون الاهلي كان عامل قصادهم في قطاع الكوره مليار و800 الف، وبفائض 68 مليون جنيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.